السلام عليكم يا زملكاويه، والله العظيم ثلاثة وحشني جدا 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 جدا. انا طولت الغيبه بس عليكم الفتره دي لان ما كانش في حاجه الواحد يطلع يتكلم فيها. مفيش مباريات، مفيش دوري، مفيش زمالك، فمش عايزين نطلع نقول اي كلام هري زي ما اي حد بيطلع يتكلم لمجرد بس الكلام اللي انتوا عارفينه بتاع الناس التعبانه نفسيا، الريتش والفيديوهات والمشاهده والكلام ده كله. فالحمد لله كده الدوري هيبدا ان شاء الله بعد بكره. وهستأذنكم بس الفيديو ده هتكلم في جزء. في الفيديو بتكلم على الانجاز اللي وزاره الداخليه عملته، اللي هي بدات تسيطر على المستنقع اللي طفح في مصر وتمسك المرضى النفسيين، العيال الجعانين المقشفين اللي افتكروا نفسهم بني ادمين. فنبدا باذن الله بالزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مستبشر خير ان شاء الله السنه دي في صفقات نادي الزمالك، لان صفقات الزمالك السنه دي تختلف على اي سنه تانية. انا بقول لكم صفقات الزمالك السنه دي جحده جدا. لعيبه صغيره في السن، لعيبه دوليه، لعيبه بتلعب تحت ضغط الجماهير، لعيبه ما بتخافش. يكفي ان انت عندك وينج رايت عالمي، وينج ليفت عالمي، عندك في ثلاثه مهاجمين. عندك في نص الملعب واحد اسمه احمد ربيع، ده يا جماعه اتفرجوا على الراجل ده. فصفقات الزمالك ان شاء الله بترتيب المباريات، اهم حاجه ترتيب المباريات. الزمالك السنه دي في الدوري منطقي جدا، بتلعب اول مباراه على احسن استاد في مصر كلها، ملعب هيئه قناه السويس. الصفقات ان شاء الله كلها هتبان، ارضيه الملعب بتساعد. فباذن الله ربنا يكرمنا باذن الله في الدوري السنه دي، وانا مستبشر خير باذن الله بالصفقات دي، بالعين اللي جابت تسلم، العين اللي جابت الشباب الجديد ده كله، اللي هو الصفقات اللي جابتها كلها. ترتيب المباريات زي ما احنا عارفين، عندنا سيراميكا، بعد كده المقاولين في استاد القاهره، وبعد كده اعتقد مودرن سبورت. ترتيب المباريات كويس جدا بالصفقات، بس ربنا يوفقنا. واهو الماتش باذن الله بعد بكره، وبدايه قصه جديده بافلام جديده بلائحه جديده بحكايات هنقابلها. فربنا يعيننا باذن الله على السنه الجديده دي. وانتوا والله العظيم كنتوا وحشيني جدا 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 جدا. الموضوع التاني يا جماعه بقى، تحيه كبيره تحيه كبيره لوزاره الداخليه ورجاله وزاره الداخليه، اللي هي بدات تسيطر على المستنقع اللي طفح، على المرضى النفسيين، العيال الجعانه ما لهمش هدف في الحياه غير هم يعني ينشروا الفساد وينشروا العري وقله الادب، كأن دي بقت طبيعه او حاجه الزاميه على الشعب المصري. شغلوا الراي العام وشغلوا كأن الشعب المصري ملوش اي حاجه غير شويه اخبار لحشرات منتشره بس حوالينا كده. والعيب طبعا عليهم، والعيب عليه بيساعدهم. عندك مثلا كذا لقاء تلفزيوني، تطلع المذيعه ولا المذيع تتكلم، تلاقي الحشره ده قاعد قدامها وتقول له ولا احكي لنا بدأت منين؟ بدأت منين ايه؟ ايه اللي بدأت منين؟ انت محسن ان انت قاعده مع عالم مثلا، او حد مثلا حضر دكتوراه معاه ماجستير، حد مثلا مهندس اكتشف حاجه عندك. كله اي كلام اي كلام اي كلام اي كلام. احنا اللي بنخلي للاشكال دي ليها سعر، وربنا يعين وزاره الداخليه. ومن ضمن طبعا الحاجات السلبيه اللي انا اكتشفتها لما نزلت مصر ورجعت ونزلت، ان الطبيعه بتاعت الناس اتغيرت يا جماعه. الشباب نفسهم بيتكلموا مع بعض، يقول لك ايه يا قلبي وايه يا جماعه الكلام ده. احنا مصر يا جماعه 7000 سنه، عيب عيب عيب، احنا مش بتوع الكلام ده. عيب لما تبقى دي لغه حوار بين الشعب المصري. واللي اغرب ان في واحد اسمه شاكر بعد ما اتمسك، كل في صفحات كلنا معاك يا شاكر وهنعمل وربنا يعينك، كأن ده شاكر مثلا خد طلقه وهو بيعبر، كأن ده شاكر مثلا كان مع صلاح الدين في بيعمل عمل وطني مثلا. وهي كلها اشكال مرضى نفسيين مالهمش اي علاقه باي حاجه. الناس ما عندهمش هدف في حياتهم. ناس مش لاقيه تاكل. اقول ايه بس، يعني خساره على الشباب اللي بتدرس، اللي درست هندسه 5 سنين ولا درست طب ولا صيدله، وبعدين بتطلع بتدور على شغل بره، ويجي واحد مش لاقي، يعني معهوش مؤهل، ما بيعرفش يتكلم، ما عندوش خلفيه ثقافيه، ما عندوش خلفيه، اقول لك ما فيش اي حاجه. بس هو المجرد بس راحت جابت مش عارف لبس اريان شويه، افتكرت نفسها نجمه، افتكرت نفسها ناديه جندي في البطنيه، تقعد معاها ماسكه التليفون التاتش كانها بتعمل حاجه، كانها بتبعت رساله لليونايتد نيشن مثلا، وهي جربوعه حشرات. احنا كل يوم دلوقتي بنتاكد ان اللي وزاره الداخليه بتعمله ده صح. المواقع السوشيال ميديا دي للاسف كشفت جزء من ضعاف النفوس في الشعب المصري، اللي هم ما تفرقش معاهم الفلوس دي جايه منين، اهم حاجه في فلوس. ما فيش حاجه اسمها شرف، ما فيش حاجه اسمها مبادئ، ما فيش. فتحيه وزاره الداخليه وربنا يعينكم. و... والسلام عليكم يا زملكاويه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في ماتش سيراميكا في بدايه الدوري 2025 2026. السلام عليكم.